يا مساء السعادة والسكر الزيادة. معاكم سارة جوهر وبرنامج كله بأوان. تابعوني على راديو دوجما 3.10 كل يوم خميس الساعة 7. هنتكلم في موضوعات خفيفة ومفيدة هتغير شكل حياتنا ويومنا. ولسه برضو مكملين معاكم عن الطاقة الإيجابية وتأثيرها السحري على حياتنا ونفسيتنا، وأكثر العبارات المحفزة اللي هتخلينا نكمل وإحنا أحسن وأقوى. العبارة 21 بتقول: ابتعد عن نفاق الآخرين لك، فأنت لست رائعا بهذه الصورة التي يمدحونك إياها وقتما تربح، ولست سيئا فظيعا كما يخبرونك وقتما تخسر. المهم هو ما تعلمته أنت في كلا الوقتين، وكيف ستتعامل مع الأمرين في المستقبل. أنا جاية أقولك إن كل عين بتشوفك على قد حبها ليك، وحط تحت حبها دي مليون خط. فرق كبير إني أحبك لشخصك وإني بحب اللي باخده منك. علشان كده اوعى تلتفت لكلام الناس ولا تفرح قوي بالتملق، لأن ببساطة اللي هيحبك هيتقبلك في كل حالاتك، لأنه بيحبك أنت مش اللي بياخده منك. علشان كده كمل، تخسر بقى تكسب تقع تقوم مش مهم. المهم إنك تتعلم الدرس كويس وتتجنب أخطائك المرة الجاية. العبارة 22 بتقول: كن حذرا بشأن من يعطيك الميكروفون لتصرخ في وجوه الآخرين، وتأكد أن لا يغتر سمعك بالصيحات العالية. استمع فقط للأصوات الصادقة حتى وإن كان صوتا واحدا خافتا. اوعى تفرح باللمة والناس الكتير اللي حواليك وتقول أنا عندي بقى أصحاب بعدد شعر راسي، ووقت الجد هتلاقي شعر راسك أفيد بكتير قوي منهم. واوعى تسمح لحد أبدا إنه يسخنك على حد ويخليك تقع في فخ منصوب منه هو لغرض في نفسه. على فكرة وعن تجربة، كتر الناس بيجيب وجع الراس. علشان كده أنا جاية أقولك قلل راسك يرتاح راسك. مش معنى كده إنك تبعد عن الكل وتبقى منعزل خالص. خليك دايما مصدر بهجة وفرح وسعادة لكل اللي حواليك من غير ما تقرب زيادة، علشان الزيادة دي مش هتكون في مصلحتك. صاحب الكل، خليك كويس مع الكل، بس اوعى تنسى الحكمة: اللي تشوفه ما تصدقوش نصه، ما بالك بقى اللي تسمعه. خليك طاقة نور حلوة في حياة الكل، بس اعمل زي عمود النور اللي في الشارع، بينور لكن من بعيد لبعيد. العبارة 23 بتقول: إن لم يرضى عنك الجميع فلا تظن إن هذا من الفشل، وتذكر مرة أخرى إنك بشر. لو عشنا حياتنا وإحنا دايما جوانا تساؤل بيلح علينا: يا ترى شكلي هيعجب الناس؟ يا ترى أسلوب كلامي هيعصب الناس؟ يا ترى الناس هتقول عليا إيه؟ يا ترى الناس هتقدر؟ إيه يا حبيبي، اهدى على نفسك شوية. الناس 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 في إيه؟ خد نفسك كده. بدل ما تحط الناس في جملة مفيدة، تعالى نسأل كل الأسئلة دي بشكل تاني. يا ترى أسلوب كلامي ده كويس ولا هحتاج أحسنه؟ يا ترى طريقتي هتبقى مناسبة ولا هحتاج أشتغل على نفسي شوية؟ يا ترى هكون مبسوطة لو عملت كده ولا أفكر في حاجة تاني؟ وبعد كل ده قول أو قولي لنفسكم: أنا أستاهل أتقدر. عارفين حكاية جحا وابنه والحمار؟ لما جحا اشترى حمار وكان فرحان بيه ونزل يمشي هو وابنه معاه والناس اتريقت عليه، راح مركب ابنه. الناس قالوا الابن جاحد. راح نزل وركب هو، قالوا ايه ده، الاب ده ما عندوش قلب. شالوا الحمار ومشوا بيه. الناس ضحكت عليهم في الاخر. عملوا ايه؟ عملوا اللي يعجبهم، ولا التفتوا للناس، طنشوا الناس يعني. علشان كده ارضي ربنا ثم نفسك، خليك حلو في عين نفسك، ثق في نفسك، ساعتها بس الناس هتشوفك زي ما انت بتشوف نفسك. ولو ما حصلش خليك كده كده فخور بنفسك وطاقتك الإيجابية الحلوة. حلقتنا النهاردة خلصت، لكن كلامنا
لسه ما خلصش. مستنياكوا تكتبولي زي ما تعودنا في الكومنتس أكتر عبارة عجبتكم النهاردة، ونبدأ نشتغل عليها مع بعض لغاية الأسبوع الجاي. خلونا دايما نفيد ونستفيد. يا رب الحلقة تكون عجبتكم وفادتكم، واستنوني الخميس الجاي على راديو دوجما وبرنامج كله بأوان. وما تنسوش إن دايما للتغيير عنوان. مساكوا زي الفل. على الراديو، راديو دوجما 3.10.